ورحمة الله وبركاته. في حاجة غريبة بتحصل من بداية حرب أمريكا وإيران. فين يا جماعة الإخوان؟ فين محمد ناصر؟ فين معتز مطر؟ ولا إدانة واحدة للهجمات الإسرائيلية الأمريكية على الدولة الإيرانية. عارفين ليه؟ لأنهم عملاء لدول عظمى وما يقدروش يتكلموا. ده يا جماعة كان هيكون حال مصر لو كان دلوقتي محمد مرسي العياط هو القائد لمصر. تخيل واسرح دقيقة واحدة، كانت مصر هتكون فين دلوقتي حضرتك؟ كانت مصر بتحارب في غزة من 3 سنين. كنا مشينا ورا المخطط اللي كان هيغرزنا ومش هنطلع منه حضرتك. انت زعلان دلوقتي اللي بتسمعني على ارتفاع الاسعار شوية. حضرتك لو بنحارب بقالنا 3 سنين كنا نكون فين؟ اصلا ما كنتش هتلاقي السلع تشتريها حضرتك. فاحمد ربنا على جيشك وعلى القائد المصري عبد الفتاح السيسي. حضرتك بتبرر الضربات الايرانيه على الخليج، ده امر مش مسموح بيه على فكره. يعني ايه تبرر الضربات دي؟ ليه ما بتوجهش ضرباتها للكيان؟ احنا طبعا مش عايزين الكيان يكون موجود اصلا، لكن مش على حساب اشقائنا واخواتنا في الخليج. مش هنسيبهم. والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اللي قال الكلام ده. امن الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري ومسافه السكه. وده كلام وفعل عشان حضرتك تكون واخد بالك. الاعتداء على دول الخليج كأنه اعتداء على مصر، لأن اللي ضرب دول الخليج ممكن في أي لحظة يضرب مصر. فاحنا مع أشقائنا وقدامهم لو قرروا أي رد عسكري. خلي بالكم وما تنجروش ورا جماعة الإخوان الإرهابية اللي بتحاول تورط مصر. عارفين إيه الفرق ما بين مصر وما بين إيران؟ الفرق إن مصر انتصرت في 73 علشان اعتمدت على جيشها وشعبها وأشقائها العرب. في محيطها الإقليمي بالكامل كانت مفيش أي عداء مع أي حد من جيرانها. لكن شايفين إيران بتعمل إيه؟ إيران عندها عداء مع كل المنطقة، واعتمدت على حزب الله وعلى الحوثيين وعلى بشار، ما اعتمدتش على نفسها. يعني إيه دولة في أول يوم حرب يضرب لها البرنامج الصاروخي والبرنامج النووي والقادة والمرشد، كل ده يا جماعة يتضرب في أول 48 ساعة؟ أنت فين؟ أنت بتجهزي لإيه؟ فين اللي أنت كنت بتجهزي له عشان تحاربي بيه؟ إيران يا جماعة بتتهزم هزيمة قوية جدا، ورجعتها زي ما قلت قبل كده 50 سنة لورا. الحرب دي على فكرة خلي بالكم ما تنجروش ورا جماعة الإخوان اللي بتحاول تهد البلد. احنا ورا جيشنا ورئيسنا في أي قرار ياخدوه. ربنا يحمي جيشنا وبلادنا وكل العرب. خريج ابتدائي. سلام.